السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تبقوا في احسن حال، يا رب تبقوا في اتم صحة، يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة يا رب. قبل اي شيء، لو اول مرة تشوف قناتي ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك حلو كده، وتحط كومنت حلو كده زيك يلي بتتفرج. تعالوا بقى مع بعض نعمل النهاردة ايه. الاكله انا بحبها، ما بلاقيهاش في السعوديه طبعا، بسارية ما بلاقيهاش في السعوديه. هي ما عادتش رخيصه هنا، يعني ما عادتش رخيصه في مصر خالص. مش عارفه الكيلو ب40 جنيه ولا ب50 تقريبا. يعني والدتي اللي جايبه. فماما بتقسمها على طبقات، يعني بتعمل، بتجيب في اطباق فل كده و... وتحطها ايه، كل حبة مع بعض مش بالوزن، يعني بتحط كل حبة كده في طبق وبتحطهم في الفريزر. طبعا بتكون زي ما انتوا شايفين كده، منضفاها وشايله راسها ونقعاها في ميه وليمون و... ومخليها قشطه كده، يعني زي ما انتوا شايفين. لان احنا بنحبها. ده جمبري الغلابه يا جماعه، بس هو دلوقتي ما بقاش، والله العظيم ما بقاش برضو بتاع الغلابه. العيش عدد نار في مصر. والله يا جماعه ايه الاسعار دي؟ الله يرخي قوت المسلمين يا رب، يا رب يرخي قوت المسلمين، ويعين كل واحد يا رب على معيشته، يا رب يا رب يعين كل واحد على معيشته يا رب. زي ما انتوا شايفين بقى يا جماعة ايه، احنا يعني والدتي بتجيب الكيلو بتقسمه على كام طبخة. لو عندها مثلا سمكية بتحطها معاها تونة. لو عندها واحدة سردين بتحطها معاها زي ما انتوا شايفين. فايه قلت لها لا والله انا اللي لازم اعملها النهارده، بما ان انا نفسي فيها وحشاني. قلت انا اللي اعملها النهارده. فايه قلت اعملها كده بطريقه انا بحب اعمل بيها الجمبري. فقلت اما ايه اعمل البسارية زي بنفس الطريقة. طبعا جبت شوية دقيق في طبق، قسمتهم على طبقين. حطيت في طبق شوية دقيق وشوية بهارات سمك، لو عندك ما عندكيش مش مشكلة، شوية كمون، شوية ملح، شوية نشا، شوية بيكنج باودر. ودي هتبقى الجافة اللي قدامكم دي. والسايلة هنحط دقيق، وهنحط لو في مستردة ماشي، ما فيش مش مشكلة. وهنحط توابل وهنحط كمون. وايه تاني يا ربي، وهنحط ملح. وطبعا هننزل بنص كوبايه ميه لحد ما تشوفوا الخليط معاكم كده يبقى ايه، مش متماسك ومش سايل. وبعدين هننزل فيه السمك، وبعدين ننزله في الدقيق بقى الجاف. ونجيب لو عندك مصفى زي دي، تحطي بقى ايه السمك ده بدقيق بكله، وتفضلي تنخلي فيه عشان ينزل كل الدقيق الزايد، عشان ما يحرقش طبعا الزيت. بصوا وتنزلي بقى الواحدة بوحدتها، الواحدة بوحدتها. صدقوني هتفرق جدا، احسن ما تحطيهم كده كلهم مع بعض، وهياخدوا دقيق كتير وهيوسخوا الزيت. ولان اصلا البسارية بتاخد زيت كتير زي ما انتوا عارفين، ويعني الزيت عاد غالي في مصر وكل حاجة غالية في مصر. فالواحد يعني لازم يفكر ويقتصد يعني. طبعا بحطها الواحدة بوحدتها. بعد ما نخلتها من الدقيق تماما في المصفى، وفرطتها كده، بقيت اخد الواحدة بوحدتها. بتحسي بقى، بصي لو انت عايزة تخلي الكفر بتاعها اكتر، رجعيها تاني في المية، وحطيها تاني في الدقيق. بس انا اكتفيت ان انا اعمل مرة واحدة، يعني عشان ما بهدلش نفسي، يعني كمية مش مستاهلة. والله يا جماعة ربنا مبارك في الاكل، وهتشوفوا الكمية الصغيرة اللي كانت في الطبق دي هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. يعني ما شاء الله، انا اكلت انا ووالدتي وحمدنا ربنا. احنا بنحب ناكلها. انا عن نفسي بحب اكلها مع كشري اصفر، اللي هو الكشري ابو عدس. وبحب اكلها بالعيش. يعني طعمها بقى كان في منتهى الجمال. نسيت اقول لكم ان انا قبل ما احطها في الدقيق كنت عامله دقه، فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم وكمون ودقيتهم مع بعض وليمون. ورحت متبله الاول السمك بيها كده مع بعضه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. دي نسيت اقولها لكم، هتفرق برضو في الطعم. وسبت شويه، هبقى احط بعد ما السمك يطلع من الزيت، هحط شويه دقه بقى عليه كده. وبعد ما يتقرمش هتطريه شويه سنه، وهتديله نكهه حلوه وطعم حلو متبل. هيبقى يودي، والله حاجات بسيطه بتنقل طعم الحاجه في ناحيه تانية خالص. طبعا انا عماله بهز الدقيق في المصفى كده، علشان ايه ما وسخش ايدي
وياخد الكفر من جميع الجوانب. بصوا بقى يا جماعة، البتاع البسارية بعد ما طلعت ما شاء الله عليها والله العظيم كانت مقرمشة جدا، والواحدة كانت منفوخة، كانت كبيرة منفوخة كده، لان البسارية بتبقى رفيعة طبعا زي ما انتوا عارفين، وكان طعمها في منتهى الجمال. انا عايزه اقول لكم والله الواحد بيفضل قاعد كده. كان زمان عشان رخيصه كنت بقعد ازازها كده جنب فطار جنب حاجه، ساعات كنا بنعملها على الفطار والله من رخصة. لكن دلوقتي بقى طبعا يعني عشان الدنيا غالية وكده، يعني الناس غلابة يعني، بنتغدى بيها مع شوية كشري، مع شوية سلطة، مع شوية بتنجان، مع شوية حاجة، بتبقى ايه طبق رئيسي. وهي ايه يومه بيعدي على الناس، هنعمل ايه؟ الدنيا والعيشة بقت صعبة، يا رب يرخي قوت المسلمين. البسارية يا جماعة بتاخد زيت كتير، فاحنا على قد ما نقدر بنحط حبة صغيرين. وزي ما بقول لكم الطريقة دي والله العظيم مش هتخليها تاخد زيت كتير. طبعا طلعت اهوت كمية كانت تانية. وبصوا والله مقرمشة كريسبي زي اللي هو البانيه كريسبي، وكانت ناشفة جدا. فانا بقى حطيت عليها التوابل اللي وريتها لكم، الدقة طريتها شوية وخلت طعمها جميل كمان، نكهتها. وانا اصلا التوابل اللي انا حطاها في الدقيق ادتها طعم حلو. تعالوا بقى ايه نعمل شوية عصير كده حلوين بطريقة كويسة. هقول لكم عليها. طبعا ده استفندي متقشر، وبرتقان سكري متقشر ومتحاش منه البذر يا جماعه، البذر متحاش ومترقد في ميه وسكر. وجبت جزر سلقته كويس، هضرب الاتنين دول مع بعض بالميه بتاعتهم، وهيبقى معانا احلى عصير. عايزه اقول لكم هيعمل كميه عصير جميله وطعمه في منتهى الجمال ومغذي. انا عندي كمان في الفريزر، يعني عملت شفشق كبير ألمونيا وعندي كمان في الفريزر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، لو بذرة بسيطة لو استفدتوا اشتركوا في القناة واعملوا وحطوا لايك وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وحاجة جديدة. ويا رب اكون بفيدكم ولو بذرة بسيطة. ما تحرمش منكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا احلى مشاهدين، ولا من كلامكم الجميل. مع الف سلامة يا حبايبي.